بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء. جديرة يحرز هاتريك تاريخي في الدوري الإيطالي. تألق الدوري المغربي ومهاجم نادي بار الإيطالي وليد جديرة في المباراة التي جمعت فريقه ضد بارما في دوري الدرجة الثانية الإيطالي. وأحرز المغربي وليد جديرة 3 أهداف في مرمى الحارس الأسطوري جان لويجي بوفون، حيث أثار إعجاب الجميع بهذا الإنجاز، إذ نادرا ما تمكن لاعب من تسجيل هاتريك على بوفون طيل مسيرته الكروية. وتمكن أسد الأطلس من إهداء فريقه فوزا ثمينا بتسجيله ثلاثية من زمن الشوط الأول للمباراة، بينما أضاف الهدف الرابع سالسيدو في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بنتيجة 4-0 لصالح رفاق شديرة. ويبصم شديرة على موسم متميز رفقة باري في السيري بي، حيث رفع رصيده إلى 13 هدفا، متصدرا قائمة هداف المسابقة، في حين يحتل فريقه باري المركز الثالث في الترتيب برصيد 33 نقطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.